Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Syukran lakum ala ustazi Ad-Doktor Bukhari wal Muslim alladhi qad a'tani fursatan li asyrah لكم الرسالة العلمية تحت الموضوع كفاءة طلاب حفاظ القرآن في قراءة النصوص العربية دراسة وصفية ارتباطية في الفصل الثاني من المدرسة العالية في مدرسة علوم القرآن بباغر آير. تجريد إن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرشي العربي، وهذا الكتاب المنزل باللغة العربية، لذا أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة، أي إنها اللغة التي اختارها رب العالمين لتكون لغة وسيلة للحصول على العلوم الإسلامية الخاصة والمعارف العامة. وجدت أحوال الطلاب في مدرسة العلوم القرآن بباغر آير أن بعض الطلاب يقدرون على قراءة النصوص العربية قراءة جيدة صحيحة، وبعضهم يقدرون عليها مع أن في هذه المدرسة تعلم دروس اللغة العربية، دراسة اللغة العربية بالكتاب دروس اللغة، بل فيها تعلم مادة تحفيظ القرآن. لذلك أخذ الباحث موضوع كفاءة طلاب حفاظ القرآن في قراءة النصوص العربية دراسة وصفية ارتباطية بمدرسة علوم القرآن بباغر آير. ثم وللحصول على أغراض المرجوة وأما أغراض البحث من هذه الرسالة معرفة أثر حفظ القرآن في القدرة على قراءة النصوص العربية قراءة جيدة، وتحقق المدرسين في الربط بين آيات القرآن بالقراءة. وللحصول على الأغراض المرجوة تلك الأغراض المرجوة من هذا البحث أستخدم المنهج الوصفي الارتباطي، وأما أدوات البحث لجمع البيانات وهي الملاحظة المباشرة، والثاني والمقابلة الشخصية، والتقديم الاختبار إلى الطلاب، والثالث تقديم الاختبار إلى الطلاب. أما نتائج البحث التي حصلت عليها في كفاءة طلاب حفاظ القرآن في قراءة النصوص العربية، هي لا توجد العلاقة بين النتائج من حفظ القرآن والنتائج من قراءة العربية، لأن نتيجة R مثل R من الجدول أكبر من نتيجة R الحساب، أي أن عدد الطلاب الذين يحصلون على النتائج من حفظ القرآن قراءة نصوص العربية يتفوت تفاوتا بعيدا
ولأن عند تعليم القراءة في هذه المدرسة لا يربط المدرس الذي يعلم اللغة العربية بين آيات القرآن وقراءة النصوص العربية، ولا يشرح عند قراءة النصوص العربية بآيات القرآن وسيلة لإيضاح المعنى، ولا يقدم بعض آيات القرآن الكريم نموذجا عند شرح مادة اللغة العربية. وأما الكلمات الرئيسية في تلك الرسالة: طلاب حفاظ القرآن وقراءة النصوص العربية. ومقدمة كما شرحت في تجريد إن قرآن هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرشي العربي، وهذا الكتاب منزل باللغة العربية، أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة. للحصول على العلوم الإسلامية والخاصة، ووجد الباحث أحوال الطلاب في مدرسة علوم القرآن بpagar air أن بعض الطلاب يقدرون على قراءة النصوص العربية قراءة جيدة صحيحة، وبعضهم لا يقدرون عليها، مع أن في هذه المدرسة تعلم دروس اللغة العربية، بل فيها تعلم مادة تحفيظ القرآن. دراستان. أما التحديد البحثي الأول: هل الطلاب الذين يحفظون القرآن جيدا يقدرون على قراءة النصوص العربية الصحيحة؟ والثاني: هل يربط المدرس بين تعليم آيات القرآن بفهم القراءة؟ ثم أغراض الأول: معرفة أثر حفظ القرآن في القدرة على قراءة النصوص العربية قراءة جيدة، والثاني تحقق المدرسين في الربط بين آيات القرآن بالقراءة. الاعتبار والأساس. الاعتبار الأساسي والفروض. الأول: كان البحث في هذه الرسالة يؤسس على الاعتبار الأساس أن العبارة القرآنية هي اللغة العربية من أساليبها ومهاراتها، ومن يسيطر على أساليب القرآن ومعانيه يسيطر على أساليب اللغة عامة، وإن حفظ القرآن ييسر الطلاب بمعرفة القواعد النحوية وحفظ المفردات. والثاني: وأما الفرض البديل غير الفرض الصفري الذي افترضه الباحث من ذلك الاعتبار الأساسي، فهو إن طلاب الذين يحفظون القرآن جيدا يقدرون على قراءة النصوص العربية. وللحصول على أغراض المرجوة من هذا البحث يستخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي. أما أدوات البحث لجمع البيانات هي الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية وتقديم الاختبار إلى الطلاب. ونتائج الطلاب في الاختبار القراءة منخفضة، ونتائجهم في اختبار حفظ القرآن مرتفعة، وكذا بالعكس، أي تشير إلى أن لا علاقة بين قدرات الطلاب الذين يحفظون القرآن وقدراتهم على قراءة النصوص العربية في مدرسة العلوم القرآن بpagar air.
أما إجراء تحفيظ القرآن في هذه المدرسة يقرأ المدرس القرآن قراءة جهرية مرتفعة ثم يكرر الطلاب عليه أمام المدرس ويقوم المدرس بنتيجة من فصاحة القرآن من فصاحة القراءة وتجويد وعدة الآيات المحفوظة. وأما إجراء قراءة النصوص العربية حسب ما لاحظه الباحث فكما يلي: الأول، يأمر المدرس بقراءة النصوص بالأشكال المكتوبة المستخدمة في كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثة لإمام الزركشي وإمام الشوباني، ولا توجد فيه آيات من القرآن الكريم. ثم يشرح المدرس ترجمة نصوصه وموقع إعراب الكلمات. ثم لا يربط المدرس الذي يعلم اللغة العربية بين آيات القرآن بقراءة النصوص العربية. ثم ولا يشرح عند قراءة النصوص العربية بآيات القرآن ووسيلة لإيضاح المعنى، ولا يقدم بعض آيات القرآن الكريم نموذجا عند شرح مادة اللغة العربية. تحقق الفرض. فقد قدم الباحث فرض قبل أن يبحث هذا الباب في هذه الرسالة، ويعرض الباحث تحقيق هذه الفرض بعدما حصل من البحث. إن الطلاب الذين يحفظون القرآن جيدا يقدرون على قراءة النصوص العربية الصحيحة، وهذا الفرض البديل مردود كما أشار الجدول الثالث، لأن نتيجة R مثل R من الجدول الأكبر من نتيجة R الحساب. أي لا توجد علاقة بين قدرة الطلاب على تحفيظ القرآن جيدا وقدرتهم على قراءة النصوص العربية الصحيحة. يعني يكون الارتباط نتائج الطلاب في اختبار القراءة وحفظ القرآن ارتباطا سلبيا نيجاتيف. وأكد هذا أيضا أن عدد الطلاب الذين يحصلون على النتائج من حفظ القرآن قراءة النصوص العربية يتفاوتا بعيدا. الخلاصة كذلك الشرح الاقتراحات. ينبغي المدير معهد علوم القرآن أن يعد الكتب والنصوص العربية الأخرى بجانب الكتب المدرسية كالمجالات والجرائد وغيرها مما تكون في مطبوعة باستخدام اللغة العربية. ينبغي للمعهد أن يركز على إكثار المواد لتعليم القراءة، ثم يرجي من المدرسين اللغة العربية الخاص ومادة تحفيظ القرآن أن يربطوا بين الكلمات والجمل في القرآن. ينبغي للمدرس أيضا بمعهد علوم القرآن أن يهتموا بترجمة مفردات وقطع الآيات من القرآن إلى اللغة الإندونيسية مناسبة لترجمة عصرية. ثم ينبغي لطلاب معهد علوم القرآن أن يكثرون قراءة النصوص العربية. ثم ينبغي أيضا أن يهتموا بشرح المدرسين بأن يناقشوا ويشتركوا في كل عملية من العمليات التعليمية. وينبغي على الطلاب أن يتدربوا على سيطرة النحو والصرف في كل نص من النصوص المدروسة. والمراجع الموجه الفني لمدرسة العربية لمدرسي اللغة العربية الحث على حفظ العلم وتدريس اللغة العربية في التعليم العام نظريات وتجارب من صحيح بخاري اتجاه التربوية المعاصرة في اللغة العربية.
Syukran kathiran ala ihtimamikum wa aqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.